اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا اوريكم بقى الكيكه بتاعتي اللي انا كنت عاملاه اهو. قلت ايه هفتحها معاكم واعرفكم ان هو ايه البوتاجاز بتاعي خلاص كده اهوت ما عادش ينفع اعمل فيه حاجه تاني. حامي خالص من تحت، والصاجه اللي تحت كلها عايزه ايه تتغير. كل حاجه في البوتاجاز عايزه تتغير. اسفه جدا للمنظر، والعيب طبعا مني انا اللي انا ايه سهيت عليها. انا كنت مفكره البوتاجاز ان هو زي الاول، مش هيبقى حامي قوي كده بالطريقه دي. فالحمد لله انها جت لحد كده. بفتحها اهي قدامكم عشان اعرفكم ان هي طبعا هي ما تنفعش اصلا حتى تتعمل كبات وتعمل اي حاجه. ليه؟ لان هي طبعا من كتر الحرقيه يعتبر اغمقت كده خالص من جوه، او السبونج بتاعها بقى غامق كده خالص زي ما انتوا شايفين. وما تنسونيش بقى في اللايك والشير، واللي شوفنا لاول مره يفعل الجرس عشان يوصله كل جديد فضلا وليس امرا. طبعا كل ده رزق فراخ بقى كده اهوت تاكلوها ياكلوها بالهنا والشفا. والوش برضه اهو زي ما انتوا شايفين. بعرفكم ان هي اصلا مش هتنفع حتى ان هي تتعمل كبات. اسفه جدا لايه صوت الاطفال اللي هيكون طالع في الفيديو اهو. زي ما انتوا شايفين كده بقول لكم اهو. بصوا ما تنفعش اي حاجه خالص. دقتها كده لقيتها حتى ما تنفعش طعمها بقى شياط كده خالص اهو زي ما انتوا شايفين كده. قلت ايه اشوف اذا كنت هعرف اعمل منها حاجه ولا لا، لكن لا ما ينفعش طبعا اي حاجه خالص. يلا مش مشكله لحد كده اهو. الحمد لله وقدر الله وما شاء فعل. انا اسفه جدا انا جبته لكم بقى ايه في الفيديو ده، بس حبيت ايه اوريكم بقى ايه اللي حصل اهو زي ما انتوا شايفين كده اهوت. والحمد لله الحمد لله يا عالم كنت لما عملتها وزوقتها كان ايه اللي هيحصل. يلا الحمد لله على كل حال. تعالوا بقى اقول لكم مين هيغسل معايا المواعين النهارده. اتفرجوا بقى. ايه رايكم بقى في اللي هيغسل لنا المواعين ده؟ بص سامعين بيقول لي تيتا تيتا بصوا. اه اعمل ايه؟ بنتي بقى بتروح بتشتغل فايه. ده بيجينا بقى كده ايه الصبح. فطبعا كان الوقت اتأخر خالص ان انا اعمل الاكل. الساعة خلاص داخلة على 1، وكان لازم اعمل ايه الغدا عشان خاطر ايه الحاج. فقلت لا يلا ايه اخليه يلعب جنبي كده هو زي ما انتوا شايفين واقف جنبي، وفي نفس الوقت ايه هشتغل. لكن لو هو بعيد عني بقى في مكان تاني في الأوضة ولا في الصالة ببقى خايفة يحصل أي حاجة. طبعا بتنجان الحلو الجميل ده هنسلقه ويبقى زي الفل. والنهاردة بقى لحسن الحظ كان معانا ايه سمك بوري. طبعا السمك عايز بقى تنظيف، ومش عايز عيال صغيرة جنبك ولا أي حاجة. عمالة بقى ايه أسهيه وعايز يبص أنا بعمل ايه بالظبط. زي ما انتوا شايفين كده اهو. بيجيب كرسي الحمام الصغير ويقف عليه عايز يمسك بقى ايه السمك. فاعذروني بقى ان هو ايه هياخد فتره كده معايا وانا واقفه، عشان خاطر طبعا ايه ان انا خاف عليه يعني ايه يعمل اي حاجه جوه. فهو كده بقى بيحب ان هو ايه يقف كده اهو. طالما ايه قلعناه بقى ايه هدومه وواقف بالفانيلا، وقلت له ايه عشان ايه يتفرج بقى كده ايه عليا. زي ما انتوا شايفين بيتفرج بقى كده. والسمك بتاعنا بقى البوريل ده هنعمله ايه هنعمله سنجاري. فبنضفه بقى كده الاول، وبعدين هفتح لكم برضو ايه سنجاري زي ما انتوا شايفين اهو. طبعا انا بعد عنه خالص السمك وبعد عنه المقص، وبعمل ايه يعتبر في الايه في المكان اللي هو التاني. مش مقربة طبعا ايه ناحيته اي حاجة، او زي ما انتوا شايفين كده اهوت. وربنا يقومه يا رب العالمين ويرزقها يا رب هي واللي زيها. بنضفه طبعا الاول وايه بحكه كده اهوت. وفي نفس الوقت هفتحه لكم هوريه لكم انا ايه بفتحه ازاي يعني اهو. زي ما انتوا شايفين كان صبح وكان زي الفل. دولت كده يعتبر اكلوا حاجة بسيطة جدا يعني. عايزين هو بيشاور على ايه بقى دلوقتي عايز يشرب وعايز نجيب له كوباية، وانا ايدي زفر. عايزني اجيب كوبايه من المطبقيه من فوق. زي ما انتوا شايفين كل شويه اقول له خلاص ماشي هجيب لك هجيب لك، وانا طبعا ايدي زفر مش هعرف افتح الدولاب ولا اجيب الكوبايه. بصوا انتوا بتجيبوا كده ايه من نص الراس يعتبر. هوريكم كده ايه دلوقتي لاني بفتح الفيديو ايه فيعتبر ايه بقفله وبفتح. بتجيبي من نص الراس كده بالظبط، وتتك على السكينه محرفاها كده، وتروحي ايه ماشيه كده كانك ماشيه كده ايه على موس كده بالظبط اهو. تجيبي من نص الراس كده المخ كده ايه من عند الراس بالظبط. بعد كده بتروحي فاتحه ايه الراس بقى ايه بالمقص، وبتسوي بقى انت كده بايدك بالسكينه فبتتفتح عادي خالص كده
اهو زي ما انتوا شايفين كده، هوريها لكم زي الفل كده خالص. وتعمليها بقى انت ايه في البيت اهوت زي ما انتم ايه هتشوفوا كده. فبروح بقى ايه مطلعه كده المصارين بقى كلها، وايه ومن عند الراس بطلع بقى النخشوش كده اهوت والعيون دي، وبطلعها وما بخليش بقى الا ايه يعتبر الهيكل العظمي بتاع ايه بتاع الراس بس اللي هو ايه اللي موجود. فبنضفها بقى كده اهوت، وهي دي اللي هنضفها معاكم بس كده. فايه هقفل طبعا ايه الفيديو، كل شويه يقول لي عايز الايه، عايز يشرب عايز يشرب. فطبعا انا هقفل بقى واغسل ايديا وايه وحزقيه، لان قلبي ايه وجعني ان هو كل شويه يقول لي عايزه اشرب. عايز ايه، انا عارف ان الكوبايات فوق. بصوا نضفتها اهي وزي الفل اهيت خالص. هنضف دولت كده ايه وارجع لكم بقى ايه تاني. بس هوريها لكم طبعا عن قرب شويه. اهيت جميله كده اهيت وزي الفل وسهله خالص ايه في التفتيح بتاعها اهوت. يعتبر هم 4، نضفتهم 2 تحت و2 فوق. دلوقتي هسلق بقى ايه البتنجان. عصرت انا بقى على ليمون وملح على ايه على السمك، وركنته بقى ايه دلوقتي. وهنا بقى حطيت ميه وليمون ميه ملح وليمون وخل في الميه بتاعه البتنجان عشان يحمر. طبعا انتوا عارفين العاده بتاعتي ديت ان هو ايه بيتسلق وتكليف يوميها وكده. انا طبعا مش سلقاه عشان خاطر ان انا احطه مع السمك، لا انا لقيت ما عنديش اصلا حاجه احطها على فطار كده ولا عشاء ولا حاجه. فقلت اسهل حاجه البتنجان ان انا اعمله ايه مخلل. كان عندي فلفل كنت سلقاه معاكم وايه وخلص. هنا بقى خلاص كده سلقت البتنجان وركنته بقى كده يبرد. وهنا يعتبر بشطف بقى ايه السمك من الليمون والملح واصفيه كده ايه شويه. هنا بقى خرطت طبعا فلفل الوان والبصل والطماطم والليمون. ومعانا طبق فيه يعتبر توم وشطه وملح، التوم وشطه وملح بتاع البتنجان. لكن الطبق التاني فيه كمون وتوم وشطة وملح، اللي فيه الكمون اللي هيتحط ايه على السمك. لكن التاني ده اللي هو ايه مش هيتحط طبعا ايه على السمك، لان الكمون ما بحطلوش للبتنجان. اللي هيتحط على السمك اللي هو ايه اللي فيه الكمون اهوت. لكن طبعا اتلخبطت انا مش فاهمه انا قلت لكم ايه بالظبط. بس يلا ايه معلش. بنعصر انا بقى ايه ليمون على الخلطه الحلوه الجميله ديت زي ما انتوا شايفين كده اهو. بقول لكم ده بتاع السمك عشان فيه كمون، هي نفس الخلطة بس زيادة عليها كمون. لكن ده بتاع البتنجان اهو زي ما انتوا شايفين كده اهوت. هنقلب بقى كده كله في بعضه. وهناخد بقى من الخلطة اللي انا هعملها بتاعت السمك ديت، وهنحط برضو ايه يعتبر رشة زيت برضو على الخلطة الحلوة الجميلة ديت. طعمها حلو زي الفل. وقلبتها وحطيت عليها برضو زيت عشان ايه هنحط برضو ايه حبة على ايه على السمك ايه ندعكوها كده بيه عشان يشرب ايه من التتبيل. وهنحط برضو شوية خل اهوت زي ما انتوا شايفين كده اهوت. هنحط بقى ايه نص الخلطة ديت على ايه على على البصل والطماطم والفلفل كده. وهناخد بقى السمك يعتبر هنتبله برضو من ايه من التتبيلة الحلوة بتاعتنا الجميلة ديت اهو زي ما انتوا شايفين كده اهوت. انا محرقاها شويه من ايه من الشط. انا عندي صينيه اكبر من دي، بس دي اللي كانت فيها بقى الكيكه المحروقه، فما رضيتش بقى ان أنا اغسلها واحط فيها. فقلت دي الملمومه بقى شويه هعمل فيها. ان هما ايه مش كبار قوي يعني، هما ايه 4 موسطنين كده اهوت ايه حلوين اهو زي ما انتوا شايفين كده. وفتحتهم وخليتهم زي الشمع زي ما انتوا شايفين اهو. يعني ايه هعدلهم كده واخليهم جنب بعض كده بشويه. وهاخد برضو من الخلطه ديت اروح حاطه ايه على السمك. طبعا طريقه بسيطه جدا خالص، بدل ما هتشوي ولا تقلي، لا نعمله سنجاري كده ايه حلو زي ما انتوا شايفين كده. وتغيير طبعا في الاكل اهوت يعني ايه ما بياخدش حاجه. وطبعا مامته بقى كانت جت وراحت ايه خدت الولا وبعدت ايه ملك عني بقى كده شويه وايه. وزي ما انتوا شايفين واخده راحتي ايه في العمال. العيل طبعا لو ما كنتيش عينك عليه بيعمل حاجات كتيره غلط، فلازم طبعا ايه يكون قدامك. فمعلش بقى في الفتره الاولانيه اللي انا جبته ايه في الكاميرا معايا شويه اهو زي الفل كده زي ما انتوا شايفين. هنحطه بقى هنغطيه بالورق الفويل واخده بقى ايه على البوتاجاز ايه شويه. وبعد كده هحطه ايه في الفرن. المفروض يتحط في الفرن كل مره واحده، لكن لا انا هستسهل ان انا ايه ان انا اعمله بسرعه.
واحطه على البوتاجاز، وبعدين ايه احمر وشه في الفرن. طبعا ايه سخنا بقى الزيت بتاعنا كده اهوت، ورحت حاطه بقى ايه الرز عشان نعمل بقى رز ابيض كده حلو مع السمك. ايه هيعتبر هقلب بقى الرز كده اشوحه من على النار، واحط له برضو الملح بتاعه، وبعد كده اروح ايه حطاله يعتبر الميه بتاعته السخنه عشان تغلي ايه بسرعه. وانتوا شايفين الصينيه لفاها بورق فويل وحطاها عشان خاطر ايه لما تكمريها كده اهوت يعتبر البخار كلته يسوي بعضه، الخضار كله هينزل ميته وهتنشف كده وهتبقى زي الفل زي ما انتم ايه هتشوفوها ان شاء الله دلوقتي اهوت. وهنا برضو ايه شوحت بقى كده اهوت الرز، وهنحط له برضو ايه ملح مره واحده كده اهوت، وهقفل بقى كده وايه واروح ايه جايبه لكم بقى الرز بما اتعمل. هنا دلوقتي كنت بجيب الملح اهوت اهو زي ما انتم شايفين، واحط بقى ايه الميه بتاعته برضو وخلاص. شويه الرز بقى كده الابيض بيبقى حلو زي الفل مع السمك، غير الرز طبعا ايه اللي هو ابو بصله بيتعامل مع ايه مع السمك المقلي اهو زي ما انتم شايفين كده اهوت حلوين وزي الفل. ورحت بقى قافله عليه وبوريكم بقى هو كده اهي اتشرب شويه، ما كانش لسه ايه استوى قوي. وهوريكم برضو ايه السمك قبل ايه ما ادخله بقى الفرن اهوت كان خلاص كده الشرب وبقى حلو. واهم حاجه ان هو بيتلسع بقى من تحت كده بيديكي طعم حلو وجميل. واروح بقى مدخلاه في الفرن واخد برضو ايه بيتلدن بقى ايه شويه. انا هولع بس الشوايه بس مش هولع من تحت اهو زي ما انتوا شايفين كده. طفيت بقى البوتاجاز ورحت ايه واخداه في الفرن اهو زي ما انتوا شايفين كده. طبعا هو مش هيبان الضوء ان انا مولعه، مش يعني باين شويه اهوت. رحت ايه بصوا بقى حمرتهم كده وخد ايه يعتبر ايه بقى لونه حلو كده وجميل ونشف وبقى زي الفل وطعمه بقى ايه كان جميل، كان عسل كده خالص. بنحضر بقى احنا كده وهوريكم بقى ايه البتنجان بتاعنا اللي احنا عملناه السريع الحلو ده. طبعا دولت ايه كانوا في العلبة الصغيرة، والتانية بصوا بوريكم كده اهو دولت ايه يعني هيروحوا من هنا بالليل هيبقى زي الفل وزي العسل اهو. الباقي حطيتهم اهوت في العلبة زي ما انتوا شايفين كده اهوت اهو. بس كده اهوت دولت بقى مش هحط طبعا ايه مع السمك، هنحط بقى احنا ايه السلطة بتاعنا الطبق الحلو الجميل وهنحطه بقى احنا هو نتغدوا. ويا رب يكون فيديو النهاردة حلو كده وجميل ونستفدنا ونستفادوا من بعضنا وزي ما انتوا شايفين. وما تنسونيش في اللايك والشير، واللي يشوفني لأول مرة يفعل جرس عشان يوصله كل جديد فضلا وليس أمرا. ويا رب كده يكون ما كنش تقيلة عليكم، وبقول لكم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.